السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. أكلة مفيدة للفراخ بتاعتك. الأكلة دي لو اديتيها للفراخ بتاعتك هتلاقي نتيجة كويسة خالص لفراخك، هتخلي فراخك صحتهم كويسة، هتخلي فراخك اي اكل هتحطيه لهم هياكلوه، هيكون عندهم اقبال شديد جدا للاكل. الاكلة دي مهمة جدا، بتدي للطيور بتاعتك صحة، بتديهم كالسيوم. الاكلة دي هم بيدوها لك وانت بترجعي تديها لهم تاني. طبعا اي حد عنده فراخ بلدي او فراخ فيومي ايا كان نوع الفراخ اللي عنده، المهم ان الفراخ اللي عنده بتكون مخصصة للبيض، انت بتاخدي منهم البيض، احنا بنرجع نديلهم القشر بتاع البيض. القشر بتاع البيض ده مفيد جدا، احنا بناكل البيض. احتفظي بالقشر، اي قشر عندك نشفيه كده، حطيه على البوتاجاز على صينيه كده، او لو بتشوي مثلا في الفرن او عامله اي حاجه في الفرن، ممكن تحطيه على صينيه كده وتنشفيه قوي وبعد كده تطحنيه. قشر البيض ده مفيد جدا للطيور بتاعتك، وخاصه الفراخ اللي بتبيض. قيمة غذائية كبيرة جدا، وقيمة غذائية عالية جدا للفراخ اللي بتربيها، سواء كنت بتربيها على سطح او في بدرون او مخصصة مكان كده ليهم. دي حاجة طبعا ناس كتير بترميها في الزبالة، حاجة بتكون غايبة عنك او غايبة عن اي حد بيربي طيور. طبعا حاجات بتكون مفيدة لكن ما بنكونش عارفينها. قشر البيض ده زي ما البيض نفسه مهم للإنسان، قشر البيض لما بيرجع للفرخة تاني بيمدها بحاجات كتير جدا. قشر البيض بيمد الفرخة بأهم عنصر بتكون هي محتاجاه. العنصر ده طبعا هو الكالسيوم. الكالسيوم اللي بيكون مفيد جدا للعظم، وخاصة القشر بتاع البيض ده مفيد جدا للبط. احنا طبعا عارفين ان كل مشاكل البط بتكون في رجليه، بيكون عنده ضعف كده في رجليه، بيحصل له كساح. الفراخ برضو قشر البيض مهم ليها لانه بيديلها كالسيوم، والكالسيوم ده اللي بيخليها بتكون البيض بتاعها كويس. طبعا القشرة دي تقريبا هي اللي فيها كل الكالسيوم. قشرة البيض ده هي اللي بتدي للفراخ صلابة كبيرة كده للبيض اللي بيبيضوه. يعني كمان البيض اللي جاي من الفرخة بعد ما بتاكل قشر البيض، البيض بيبقى قوي ومتين، مفيش بقى بيض برشت اللي هو البيض القشرة بتاعته بتكون طرية كده. لا، ده هيمنع عنك موضوع البيض البرشت. لو في كتاكيت وحطيتيه ليهم برضو قشر البيض ده هتكون صحتهم كويسة جدا. لو عندك فرخة نايمة وبتحط لها قشر البيض هتلاقي الفرخة دي معاكي هتطلع البيض بسرعة. لازم كل ما يبقى عندنا قشر بيض نستغله نستفيد به، زي ما قلنا ننشفه، نشيل منه الزفارة، بنطحنه، نقدمه للفراخ. لو لاحظت ان انت بتقدمي القشر ده للفراخ هتلاقي الفراخ بتاكله بنهم شديد جدا، لانها بتحبه جدا، لانه فعلا الطيور بتبقى محتاجاه جدا. ده حل طبيعي طبعا بعيد عن الادويه الكيميائيه اللي هتشتريها من الدكتور البيطري. فبدل ما تشتري من الدكتور البيطري، لا، ده حاجه طبيعيه موجوده عندك. طبعا بعيد عن الادويه اللي بتشتريها من الصيدله البيطري. قشر البيض ده هيحمي فراخك من امراض كتير جدا، هيحميهم من الضعف، لان الفرخه بعد ما بتبيض بتفقد جزء كبير من قوتها. قشر البيض ده بيعوضه تاني ويرجعه ليها، بيرجع لها القوه والنشاط. لازم نعمل ده باستمرار، في كل مره يكون عندنا قشر بيض نهتم بيه جدا. زي ما قلنا قد ايه قشر البيض مفيد للطيور بتاعتنا، فلازم ناخد بالنا قوي من حاجة زي كده. لازم ناخد بالنا قوي من موضوع قشر البيض ده، لان زي ما قلنا قشر البيض مهم جدا.
قشر البيض ده كمان مفيد جدا زي ما قلنا للحمام. الناس اللي بتشتكي من قلة بيض الحمام، فلو جربت قشر البيض ده هتلاقي الفراخ الحمام بتاعها بيبيض كويس جدا. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.